نتمنون غير الفوز ب 2-0 ان شاء الله. وتحيه الى ناس المضيق. ان شاء الله 3-0 ان شاء الله. ونشكر الشيخ تميم بن حمد الذي كسر الدنيا ان شاء الله. الله يوفقه ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره. رفعت راس العرب، والله رفعت راس العرب. العرب صاروا شيوخ في العالم. العرب بقوه. وشكرا لمباراه اليوم. السلام عليكم ورحمه الله. اريد ان اشكر الدول العربيه والمسلمين على هذا حسن اشهر. ان شاء الله نفوز ب2-1. واشكر المنتخب المغربي بخصوص وليد الركراكي والطاقم التقني ان شاء الله. اول حاجه مشكورين العرب كلهم على مساندتهم للمنتخب المغربي. ان شاء الله اليوم الفوز مغربي. مبروك علينا. هذه الاجواء هنا بعد الزمن يحتفل. شكرا لك بلال. اجواء مجنونه مع بلال. هل هو الوضع كذلك ايضا مع نافع الذي ايضا هو موجود في نقطه اخرى في خارج ملعب الثمامه؟ نافع مساء الخير. مساء النور باسل. إن كنت تحدثت أنت وعزيز وكذلك جواد عن التشكيلة واللاعبين الأساسيين المحترفين، فإنه اللاعب الأبرز في المنتخب المغربي اليوم وفي كل مباريات حتى ضد إسبانيا ضد بلجيكا ضد كرواتيا وكندا كان الجمهور المغربي الرائع في هذه الكأس العالمية. يتواجدون معي، جاءوا من مختلف المدن المغربية ومختلف أنحاء العالم. مرحبا. الحمد لله. نحن في استاد الثمامة وهو في شكل كحفية وأنت ترتدي الحمد لله. زي العربي. الحمد لله. ان شاء الله الفوز على المغرب وعلى بلد العربيه وبلد مسلمه. ان شاء الله احنا فرحانين بزاف، وان شاء الله باذن الله نجيبوها. الله الوطن الملك. زي المغربي الجميل بالجل. حاضر ان شاء الله. انا جيت من السويد خصيصا لمشاهده المباراه، والزي المغربي جيت به مباشره من السويد. انت ايضا جئت من سويسرا. انا جيت من سويسرا. تحيه اولا لاهل قطر ان شاء الله، وسنفوزون ان شاء الله. يلا جيت بشكل الكوبوي. انا جيت من المغرب عشان نشجع بلدي الام، وان شاء الله مربوحه 1-0 او ضربات ترجيح. يلا خلي العنصر النسائي مدام. مرحبا. اهلين يا هلا. اول شيء بنشكر دولة قطر على الشيء اللي عملته، شيء خيالي يعني. ان شاء الله بدها هيك بتصير قدوة للعالم. كل حياتنا واحنا نقول تعلموا من الغرب. ان شاء الله لسه يتعلموا من قطر. فوز المغرب ان شاء الله. ان شاء الله اليوم دمنا وروحنا كل الفريق الوطني ان شاء الله، ونتمنى ان شاء الله. يلا خليني ننزل مع هذا الصديق اللي شفته واعترضته قبل المباراة بشوي، قبل مباراة اسبانيا. قبل في اسبانيا قلت لك نلتقي في البرتغال ان شاء الله التقينا وبعد في نصف النهائي. فرنسا وانجلترا. فرنسا وانجلترا وفي النهائي ان شاء الله. ان شاء الله. وتحيه لسنه وتحيه للمغرب ان شاء الله. ان شاء الله. وديما مغرب. شكرا لك نافع. اجواء جميله جدا في محيط الملعب بانتظار ايضا دخول الجماهير هنا التي بدات تدخل شيئا فشيئا الى المدرجات.